ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة سفر العيلة للمصيف ورد فعل المتابعين، كل شوية سفر ولا ايه. كمان هنشوف خناقة اي احلى وامنية القوة في المصيف، بجد هتتصدموا. وسبب بكاء السندريلا غزل وبنوتة من الفانز هي السبب. اخيرا سبب عدم ظهور ندى جلجل في المصيف لاول يوم. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بسفر العيلة. والحقيقة العيلة امبارح راحت المصيف وسافروا لمرسى مطروح، وهنا كانوا في الاستراحة الأولى. طبعا يا جماعة هم سافروا بالعربية لأن المسافة بين اسكندرية ومطروح مش بعيدة. وأول لقطة كانت في المصيف هي من نصيب هنودة بنت حودة، بجد كانت زي القمر. طبعا يا جماعة العيلة راحوا سكنوا في فندق على البحر. طبعا العيلة كلها والسلايف وأولادهم كانوا في مكان واحد، وحرفيا يا جماعة الصداع الكبير بجد الله يكون في عون اللي كان لابس سماعات في الوقت ده. طبعا البداية كانت من سلمى لجلجل، وقرف ايه يا حبيبتي، وده لان جلجل قالت لها مش عاوزين قرف بقى. طبعا يا جماعة ده كان هزار. وفي وسط خناقة السلايف صالح شد مكة من شعرها، وفي نفس الوقت مكة عضته جامد جدا، وبجد مكة بقت بتاخد حقها. مين فرحان ان مكة عضت صالح؟ دلوقتي بسرعة في الكومنتات ويقول لنا رأيه. طبعا يا حرام الاتنين كانوا بيعيطوا. سيبونا بقى من كل ده وشوفوا ندى حمو وهي فرحانة جدا عشان مكة خدت حقها. الصوت كان عالي جدا وندى حمو بتضايق صالح ابن حودة، وانا كمان مش بهزر. بس في وسط كل ده ندى جلجل كانت مصدومة وقعدت تقول ايش هذا وايش هذا. كان المفروض انها فوضى جامدة. اي احلى هنا كان ظاهر عليها الصداع والتعب الشديد لانهم كانوا لسه واصلين من السفر. تعالوا بقى لأول يوم العيلة فيه تنزل البحر، وتقابلوا في اللوبي بتاع الفندق عشان يستلموا الأوض بتاعتهم. طبعا في الأساس لازم صالح ينكد علينا، بس معلش يا جماعة هو طفل ومحتاج حد يفهمه. زي ايه أحلى قالت انها فرحانه في مطروح اكتر من مراسي، خاصه انهم بقالهم فتره كبيره ما راحوش هناك. غالبا يا جماعه فكره السفر لمطروح هي فكره الحاج صالح الجمل والدهم. تعالوا للفانز اللي بيقولوا للعيله انتوا كل يوم سفر، كفايه بقى سفر للعيله يا جماعه، دي اجازتهم من شغلهم في الافلام طول الاسبوع، فطبيعي جدا يحاولوا ياخدوا وقت عشان يغيروا جو فيه، ومطروح قريبة جدا منهم. هم هيقضوا كام يوم ويرجعوا تاني لشغلهم، فياريت نتمنى ليهم اجازة سعيدة. طبعا العيلة راحت شاطئ مشهور جدا في مطروح، اللي يعرف الشاطئ ده يقول لنا في الكومنتات. واختاروه مخصوص لانه امن جدا على الاطفال، واهل مطروح عارفين كده. كل اصحابنا في مطروح يقولوا لنا اجمل الشواطئ عشان العيله تزورها وتصيف فيها قبل ما يرجعوا. طبعا الاسطوره اجر بدال في البحر، وبتكون الساعه فيه مش اقل من 80 جنيه. قلنا مين ركب البدال قبل كده في البحر يقول لنا في الكومنتات. لأحلى لقطه معانا وهي وجود الحاج صالح الجمل للسفر معاهم في المصيف. وما ننساش طبعا تيتو، ربنا يخليه ليهم ويديه الصحة. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه جلجل ما ظهرتش في أول يوم المصيف مع العيلة. مش شرط خالص يا جماعة إن جلجل تظهر في التصوير، لكن هي كانت موجودة في الشط معاهم لأن مستر أحمد وفيروز وحياة كانوا موجودين. لما نروح على خناقة اي احلى وامنية القوة، شفنا هنا ندى حمو حرفيا كانت نايمة، تعبت جدا من البحر، لا وكمان كانت جعانة قوي عشان كده راحت معاهم، مع العلم ان اي احلى هي اللي قالت انها عزماهم. دلوقتي هنعرف اللي حصل في الخناقة بين امنية القوة واي احلى لأول مرة. واللي حصل امنية كانت بتقول انا مش عاوزة انام، اي قالت لها اسكتي خالص. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع تاني على طول. انت تسكتي خالص. هتسكتي، خلي بالك انا مجنونه على نفسك
طب اسكتي. طبعا يا جماعة اللي شفتوه ده ما كانش خناقة خالص، هما كانوا بيقولوا مشهد وبيمثلوه قدامنا، يعني كانوا بيهزروا. هما دلوقتي حلوين جدا مع بعض ما شاء الله عليهم، يا رب يكون مصيف سعيد عليهم كلهم. ودلوقتي واخيرا تعالوا نعرف سبب بكاء السندريلا غزل. والحقيقة بعد ما خرجوا من المطعم وكانوا مروحين، غزل كانت زعلانة قوي وقربت تعيط. والسبب يا جماعة لأن في بنوتة من الفانز اتصورت مع آية وكمان حضنتها وبستها، عشان كده غزل كانت بتعيط. وطبعا عارفين هي بتغير عليها قد ايه، ربنا يخليها ليها ويديها الصحة. وفي الاخير رقصوا كلهم في الشارع، وغزولة العسولة كانت بترقص هي ويزن وكانوا فرحانين قوي. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو عاوزين كل الفانز يقولوا لنا عيلة الجمل نزلت النهارده في شاطئ ايه، قولوا لنا في الكومنتات. وما تنسوش كملوا الفيديو معانا عشان تشوفوا احلى فانز برنس مصر. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.